بتبدأ حكايتنا في مدينة المستقبل والتكنولوجيا نايت سيتي تحديدا في عام 2077، وبنشوف هنا مجرم بيقتل احد افراد الشرطة وسط زمايله، فبيضربوا عليه نار عشان يقتلوه، لكن ولا حياة لمن تنادي، مفيش اي خدش بيصيبه، وده لانه يبقى احد المجرمين المعروفين بالسايبر بانك او الايدج رانرز اللي بيعدلوا اجسامهم بالتكنولوجيا وبيغيروا اعضاء حيوية باخرى آلية، وبيقدر المجرم بسرعة رهيبة انه يخلص من كل افراد الشرطة. ساعتها بتتدخل القوات الخاصة عشان يخلصوا منه، وبيفضلوا يضغطوا عليه لحد ما جسمه بيسخن والنظام بيعطل، وفي اللحظة دي بيقدروا يدمروا هذا السايبر بانك. بس دي كانت لعبة فعادي يموت، لان الشخص اللي بيلعب اللعبة دي هو اللي مكمل معانا. ده هو ديفيد مارتينيز، طفل فقير من حواري نايت سيتي، واللعبة اللي كان بيلعبها دي بيقولوا عليها عطلة ذهنية، وبالرغم من فقرهم الا ان امه مدخلاه اكاديمية محترمة كل الناس بتحلم تدخلها. وهو هنا بيكلم الاخصائي اللي بيشتري منه العطلات الذهنية اللي هو بيجربها، واللي تأثيرها الجانبي مش قليل، يعني دوخة وارهاق وشوية اعراض كده اكنك لسه نازل من رولر كوستر. ودي بقى تبقى ام ديفيد، يعني ست الكل اللي شايله البيت كله على كتافها، واسمها جلوريا مارتينيز، ودي شغالة مسعفة في مستشفى، يعني كمان بتنقذ ارواح الناس. وهنا بتسأل ديفيد على التحديث اللي كان عايز يعمله للجهاز اللي بيستخدمه في الفصل، لكنه بيقول لها انه اتولى الامر وكل حاجه بقت تمام، وده لانه عامل حسابه ان الاخصائي هيهكروا ويحدثوا له ببلاش. وهنا بنشوف ديفيد وهو راكب القطر في طريقه للاكاديميه، وبنشوف المدينه وهي مليانه فوضى وجريمه، حاجه صعبه بجد. وهنا بيوصل ديفيد للفصل، وبنشوف المعلمه بتاعتهم اللي عباره عن ذكاء اصطناعي، وبنشوف زمايله هم متضايقين منه عشان فقير ومش من مستواهم. واول ما بيدخلوا غرفه التامل بيحصل عطل في النظام، وبتتدمر اجهزتهم بسبب ان جهاز ديفيد مش متحدث، فبيتحول ديفيد للمدير. وطبعا بتيجي جلوريا وبتسمع كلام زي السم، لان المدير بيقول لها ان ديفيد مش متوافق مع زمايله ومش مناسب للبيئه اللي هم فيها، ومحتاج يتنقل مدرسه من مستواهم. ونتيجه لتهوره وانه مش عايز يتقل على امه في المصاريف، بيضطروا يدفعوا 10 اضعاف ثمن التحديث اللي كان المفروض يعمله، وبتفضل تعيط بسبب انه متهور ومش بيتحمل المسؤوليه. وفجاه بيظهر مجموعه من الايدج رانرز وبيهاجموهم وبيفجروا العربيات اللي على الطريق، ونتيجه لكده بيعملوا حادثه فظيعه وبتتدمر العربيه. ولما بيجي فريق الانقاذ بيقولوا انه مش العميل اللي بيدوروا عليه وبيسيبوه هو وامه عشان يموتوا، لكنه بيقدر يخرج من الورطه دي وبيروح بيها للمستشفى. مش محتاج ان نعلق على حاجه، بس المكان على قد فلوسهم اللي هي مش موجوده اصلا. وبيبدا ديفيد يدور على طريقه يدفع بيها مصاريف المستشفى، وبيلاقي في البيت جهاز عسكري بمواصفات مذهله اسمه ساندفيستن، فبيتصل بالاخصائي عشان يشوف له ايه ده، وبيلومه على التحديث اللي كان المفروض يعمله له. وتاني يوم بنلاقي زمايله بيطلبوا منه يسيب المدرسه، او بشكل ادق بيامروه انه يبعد عنها، وبيقول له كاتسو قائد الشله دي ان زيه زي الزباله اللي هم واقفين جنبها، ولو فضل معاهم في المدرسه هيبقى عالة عليهم. وبيفضل يعايره بفقره وان امه هي السبب، وبيفضل يضغط على الجرح. وديفيد ماسك نفسه ومش عايز يفقد اعصابه لحد ما بيجيب اخره وبيهجم على كاتسو، لكنه بيطلع معدل جسمه بشريحه للكونج فو، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيدمره وبيكسر له عظمه. ومش بس كده، بعدها لما بيروح ديفيد للمستشفى بيلاقي ان امه ماتت، يعني الدنيا قفلت في وشه من كل مكان، وهو هنا واقف مستني رماد جثه امه اللي بتتحرق، وبيرجع بيها البيت وهو شايل هم الدنيا فوق كتافه. وعشان يزيد الطين بله مش بيقدر ديفيد يدخل البيت بسبب الايجار المتاخر، لكنه بيتصرف وبيدخل من فتحه التبريد. وهنا بيتصل بالاخصائي عشان يبيع له الساندفيستن، لكنه بينتهز الموقف وبيعرض عليه سعر قليل قوي بما انه محتاج الفلوس ضروري. بعدها بيتصل بيه كاتسو وبيفضل يتكلم معاه، وبيقول له ان امه كانت متورطه في عالم الجريمه عشان تقدر تدفع المصاريف، وهو بيقول له كده عشان يخليه يسيب المدرسه. لكن كل اللي بيحصل ده بيضغط عليه وبيخليه مش بيفكر غير في حاجه واحده، فبيروح للاخصائي بالساندفيستن وبيطلب منه يركبه له. بس قبل ما يركبه بيعرفوا الاخصائي ان الجهاز ده خطير، وان الشرطه وكل الوسطاء والموردين اللي بيشتغلوا في الحاجات دي بيدوروا عليه، لانه كان سبب في جنون واحد من السايبر بانك اسمه جيمس نوريس. لكن باين من نظره عينيه انه مش سامع اي كلمه ومش مهتم باللي هيحصل له بعد كده، ومش بيفكر في اي حاجه غير انه ينتقم من كاتسو. لكن الاخصائي بيقول له ان الجهاز ده ممكن يقتل عيل فرفور زيه، ده غير انه مش هيقدر يتحمل تكلفه العمليه، لكنه بيعرض عليه انه يركبه له مقابل انه لو رجع ندمان بعد كده هياخد منه الساندفيستن ببلاش. وبيبدا يعمل له العمليه الخطيره قوي اللي هتغير حياته 180 درجه. بعدها بيروح المدرسه وبيضرب كاتسو في الفصل قدام زمايله، وبيقدر بسرعه رهيبه انه يتفادى كل الضرب وبيهاجمه بكل قوته. ساعتها بيهددوا كاتسو بابوه اللي اسمه تاناكا، مدير شركه اراساكا للتكنولوجيا وعضو مجلس اداره الاكاديميه. لكن طبعا ديفيد مش فارق معاه اللي يحصل له بعد ما امه ماتت، ومش باقي على اي حاجه، وطبعا بعد اللي عمله ده بيتفصل من المدرسه. وهنا بنشوف تاناكا وهو بيتفرج على التسجيلات، وبيعرف من طريقه تحرك ديفيد وسرعته انه بيستخدم الساندفيستن. لكن في حاجه مذهله بتحصل، وهي ان الاعراض اللي ظهرت على جيمس نوريس مش باينه عليه، وعشان كده بيطلب تاناكا استدعائه. بعدها بنلاقي ديفيد في القطر، وفجاه بتحاول واحده انها تسرق الشريحه اللي في رقبته، لكنه بيقدر يمسكها باستخدام الساندفيستن، فبتاخده على جنبه وبتقول له ان الكلام ده مش هينفع، لانها عايزه تشتغل في هدوء وتشوف لقمه عيشها، وبتقول له انها مش بتسرق غير من اللي شغالين في شركه اراساكا. وبتعرف هي كمان انه بيستخدم الساندفيستن، وبتطلب منه يبقى شريكها. وكل ده كانت لفه خيط حوالين رقبته عشان لو رفض تقتله. وبيتفقوا بعدها ان نسبته من الشغل هتبقى 30%، عشان تصريف الحاجات دي بياخد مجهود وفلوس، وهي اللي هتعمل كل ده. وبتقول له ان اسمها لوسي، وبيتعرفوا على بعض. وهنا بيجي الوقت اللي بيبدا فيه الشغل معاها، وبتبدا تشوف هو فعلا قد الشغل ولا اي كلام، لحد ما بتطلب منه شريحه العملاق ده، وبتقول له انه حارس في شركه اراساكا. وبيقدر ديفيد بكل
بكل سهوله انه يسرق الشريحه وبينزلوا المحطه الجايه، وفجاه بيبدا ينزف وبيقع على الارض، وده لانه ما خدش احتياطاته بعد ما ركب الساندفيستن زي ادويه تثبيط المناعه والشغل ده عشان جسمه ما يرفضش الجهاز، لكنه طبعا مش فاهم اي حاجه، مناعه ايه وتثبيط ايه اللي بتقولوا عليه. وفجاه بتطلع المسعفه مسدس وبتهددهم عشان هي عايزه تسرق الساندفيستن. ساعتها بتتصرف لوسي وبتستغل الموقف وبتقول له ان نسبته هتبقى 20% مش 30، وبيقدروا انهم يهربوا من سياره الاسعاف. لكن في حين انها مستمتعه بالجوله الجميله دي بيكون ديفيد خلاص سلم نمر ومش شايف قدامه، فبيطلب منها توديه لعياده الاخصائي عشان يساعده. وهنا بيتعجب الاخصائي لما بيعرف انه استخدم الساندفيستن 8 مرات في يوم واحد، لان المفروض الجهاز يحرق دماغه برقم زي ده. وبتطلب منه لوسي الادويه اللي المفروض ياخدها، فبيديهم ادويه يومين مش اكتر. ما هو الراجل مش فاتحها سبيل اصله، مش كفايه انه عمل له العمليه ببلاش. بعدها بيطلب منه الاخصائي ما يستخدمش الجهاز اكتر من 3 مرات في اليوم كحد اقصى، وده عشان ما يحصلش معاه زي ما حصل مع جيمس نوريس. ولما بيخرجوا من العياده بتقول له ما يستخدمش الساندفيستن الا للضروره، وان في طرق تانية يقدروا يسرقوا بيها، وبتقول له كفايه شغل النهارده عشان ما يتعبش اكتر من كده. بعدها بيروحوا على بيتها عشان يشربوا حاجه سوا، وبتاخد منه الجاكيت اللي هو لابسه. لما بتفحصه بتلاقي مكتوب عليه ايدج رانرز، وده لانه معجب بالعطلات الذهنيه اللي بتتكلم عن الايدج رانرز زي اللي كان بيجربها في البدايه. وبيفضلوا يتكلموا شويه عن القمر وان تعميره والشغل ده كلام فارغ بيضحكوا بيه على الناس، ومن كلامه بتفتكر انه شاب فرفور وغني عشان هو في اكاديميه محترمه، لكنه بيقول لها ان امه هي اللي خلته ينضم لها بعد مجهود كبير منها. قد ايه انت ست عظيمه يا جلوريا، وكل ده عشان كان نفسها انه يتخرج ويشتغل في شركه اراساكا. فبتقول له لوسي انه مش لازم يعيش حلم حد تاني لانه مش هيكون سعيد وهو بيحققه. بعدها بيلبسوا اجهزه واقع افتراضي وبيدخلوا عالم شبيه بسطح القمر، لان حلمها انها تعيش على القمر، وده لان الحياه في المدينه بالنسبه لها سجن عايزه تتحرر منه. وبيفضلوا في العالم ده يلعبوا بالحاجات اللي هي صممتها على امل انها تروح هناك في يوم من الايام، وبتقول له ان دي اول مره توري حد المكان ده. وفجاه بيظهر سايبر بانك اسمه مين وبيقول له ان الساندفيستن ده ملكه، وبتطلع لوسي كل ده كانت بتشتغل وبتعطله لحد ما يوصل. وبيفضل يفكر مع زمايله يفككه ويفصل الجهاز عنه ولا يقتله الاول، لان الحل التاني ارخص ومش هيكلفه فلوس. فبيشعلقه من رجله عشان يحرم ياخد حاجه مش بتاعته. بيقول له ان الساندفيستن ده كان اشتراه من احد الموردين لكنه اختفى قبل ما يسلمه له، والمورد ده يبقى جلوريا مارتينيز ام ديفيد. وطبعا احنا عارفين هي اختفت راحت فين. ساعتها بيقعد منه وبيهدى بعد ما كان متعصب وبيتاسف له على موتها، وبيطلب منه ديفيد انه يحتفظ بالساندفيستن وبيقول له انه هيرجع له ثمنه، لكنه بيرفض طلبه. فبيطلب منه ديفيد يشغله معاه، لكنهم فاكرينه مش هيقدر يستخدمه لانه ممكن يحرق دماغه لو استخدم الساندفيستن مرتين بس، لكنهم بيتفاجئوا لما بيعرفوا انه استخدمه 8 مرات في يوم واحد. ساعتها بيوافق مين على طلبه بس بشرط، وهو انه يختبره الاول. فبتركب له لوسي جهاز تتبع عشان ما يهربش منهم، وبيمشي وبيقول له مين انه هيكلمه تاني يوم الصبح. وقبل ما يروح ديفيد بيلومها على اللي عملته معاه وبيمشي وهو زعلان انه وثق فيها. وبيروح البيت وبيفضل باصص للعلبه اللي فيها رماد جثه امه، وبيفتكر ان هي كانت بتعمل كل ده عشان تدخله الاكاديميه المحترمه اللي هو كان فيها. بعدها بيتصل بيه المدير وبيقول له ان شركه اراساكا وفرت له منحه بسبب اداء المتفوق في الاكاديميه، وبيقول له برضه انه لازم يعتذر لكاتسو لان الموقف اللي حصل بينهم ما ينفعش يتكرر تاني. بعدها بيروح لمين وعصابته بعد ما اتصل بيه عشان الاختبار اللي اتفقوا عليه، وبيبدا يعرفهم على بعض. دي اسمها كيوي على اسم الفاكهه، ودول بقى دوري وبيلر اللي كانوا معاه في شقه لوسي. ولما بيعرفهم ديفيد على نفسه بيقوم من ضربه وبيقول له اخرس خالص وما تتكلمش، وبيبدا يعرفه على المهمه. الهدف بتاعه هيبقى ماكسيم، وده سواق وحارس في شركه اراساكا، والهدف من المهمه دي هو بيانات الجي بي اس اللي موجوده في العربيه اللي هو بيسوقها. وماكسيم ده بيحب القتالات الغير شرعيه اللي بتحصل في حلبات القتال الاندر جراوند، وبيفضل العملاقه دي اللي بيراهن عليها دايما، لكنها المره دي هتخسر على عكس المعتاد. ساعتها هيروح مكان ينسى فيه احزانه والفلوس اللي خسرها، وهنا هتيجي اللحظه اللي هيتحرك فيها ديفيد ويسرق الشريحه اللي في رقبته ويديها لدوري عشان تنسخها قبل ما يرجعها له تاني عشان يقدروا يدخلوا العربيه. لكن وقت التنفيذ بيبوظ كل ده، وبيتصل المدير بماكسيم. ساعتها بيقول مين لديفيد يسرق مفتاح العربيه، وبتتدخل ريبيكا اخت بيلر عشان تعطله. وهنا بتبدا لوسي توقف جدار الحمايه عشان تقدر تنسخ البيانات، لكن ماكسيم بيكتشف ان المفتاح مش معاه وبيخرج عشان يلحقهم قبل ما يعملوا اي حاجه. فبيلجأوا للخطه البديله وبيسرقوا العربيه، وبيقول لهم مين يروحوا لواحد اسمه الدو. وفجاه بيظهر 2 سايبر بانك تبع عصابه مخلب النمر وبيطاردوهم، ودول ماكسيم هو اللي باعتهم. ساعتها بيفتكر ديفيد اللي حصل مع جلوريا وبيتهور وبيحاول يهرب منهم عشان ما يتقبضش عليهم. وهنا بيدور ديفيد على الدو، وفي الوقت اللي بيفتكر انهم قدروا يهربوا بيظهر الاخضر ده وبيحاول يقتله، لكن لوسي بتهاجمه وبتوقفه، وبيوصل مين قبل ما يقتله وبيدمره بكل سهوله. بعدها بيروحوا يحتفلوا بنجاح اول مهمه لديفيد معاهم، وبيقول له مين ما يثقش في حد غير نفسه، لان في عالم زي اللي هم عايشين فيه ده مفيش حد بيخاف على حد وكله همه مصلحه نفسه. وبيلر هنا فرحان بدراعاته الطويله وعمال يترقص، واللي قاعد ده اسمه فالكو بالمناسبه. بعدها بيديله مين ادويه تكفيه شهر، ودي حصته من مهمه النهارده. وبيقول له لما يبقى معاه فلوس يبقى يعدل اكتر على جسمه لانه مع الوقت مش هيقدر يستحمل الساندفيستن. وفجاه بيظهر واحد مخيف قوي باربع عيون واضاءه حمراء في كل مكان، وبيقول له ان الاتفاق كان بيانات الجي بي اس اللي في العربيه مش العربيه نفسها، وان كان المفروض يعملوا كل ده من غير فوضى ومن غير ما اي حد يحس، لان بكده الهدف اللي هو محتاج يعرف تحركاته هيغير كل حاجه عشان يامن نفسه. وبيفضلوا يتكلموا كده وشهم في وش بعض لحد ما بيخلصوا الكلام، وبيمشي وبيقول له انهم لازم ينفذوا المهمه تاني بس المره دي من غير شوشره. وهنا بيقول مين لديفيد ان الشخص ده يبقى فرضيه اهم وسيط في المنطقه، وده هو العالم اللي هم عايشين فيه. القوي دايما
ودايما في اللي بيحركه. بعدها بيتعرف ديفيد على ريبيكا لانه ما خدش باله منها وقت المهمه، وبيتصل بيه مدير الاكاديميه لان كاتسو مش قابل اعتذاره وناوي ينتقم منه، لكن ديفيد بيقول له انه جاهز لاي حاجه ومستعد في اي وقت. بعدها بنشوف دوري وهي بتدور في موضوع هدف المهمه اللي فاراداي كلفهم بيها، وفعلا بتلاقيه غير كل حاجه، فبيبداوا يفكروا في خطوره الموقف وان فاراداي مخبي عليهم حاجه مهمه، وفي الوقت ده كيوي بتحاول توصل لاي معلومات ممكن تفيدهم. وهنا بيتصل ديفيد بمين عشان يساله على شغلانه جديده، لكنه بيقول له مفيش مهمات حاليا واهدى بقى شويه عشان انت بتتصل في وقت غلط خالص، لكنه عايز يشتغل لوحده عشان يتعلم اصول الشغلانه، فبيبعته مين لالدو، لكن سمعه تقيل حبتين وبيفضل ديفيد يزعق عشان يقدر يسمعه، فبيديله الدو بضاعه ملفوفه وبيقول له ان عربيه اراسكا اللي هو دمرها كان ممكن ياخد عليها $5000 لو كانت سليمه. ولما بيمشي ديفيد من عنده بيقابل شرطيين في الطريق لكنه بيقدر يعدي من قدامهم بسلام، وبيروح عند بيلر عشان يسلم له البضاعه، فبتفتح له ريبيكا وبتقول له ازيك عامل ايه، بس هي عنيفه حبتين، وبياخد بيلر البضاعه منه بنلاقيها عباره عن دراعين آليين من الذهب، وبيقول لها اديله بقشيش ومشيه، فبتديله $200 وبيمشي ديفيد من المكان وهو فرحان. وبالليل بيروح للوسي بعد ما كلمته، وده لان مين اجبرها تدربه عشان يحل عن دماغه، وبتقول له ان مين عنده حق لان شكله ضعيف وما ينفعش في المهمات بتاعتهم. وتاني يوم بيديله مين مسدس، لكن ديفيد بيقول له ان الساندفيستن كفايه عليه، لكن مين بيقول له ان السلاح هيساعده لحد ما يقدر يركب اعضاء اكتر. بعدها بيروحوا عشان ينفذوا مهمه جديده في عياده لمقنعين بيتاجروا في الاعضاء، لكن ديفيد اول واحد بيقع فيهم وبيقدر الباقيين انهم يهزموا المقنعين من غير مساعدته. بعدها بيروحوا لحانه افتر لايف اللي متعودين يسهروا فيها، لكن الحراس بيمنعوا ريبيكا من الدخول، فبترفع عليهم السلاح عليه يعني كده هيخافوا، لكن ديفيد بيقدر يدخلها بطريقته. وكل يوم بيفضل ديفيد يتدرب مع نفسه غير تدريبه مع ريبيكا والجري اللي بيعملوه، ده غير تدريبات السواقه المتهوره اللي مين بيعلمها له. وبيفضل ديفيد كل يوم الصبح يقابل مين اللي بيحاول يقنعه يستخدم المسدس، وبالليل بيقابل لوسي اللي بتفضل توعيه وتفهمه الدنيا ماشيه ازاي، وهو بيحاول يتعرف عليها اكتر، وبيرجعوا يسرقوا تاني الشرايح بتاعه الناس في القطر. وبنشوفه هنا بيتدرب مع دوريو على القتال، وريبيكا بتعلمه ضرب النار، وده في حاله استخدامه للمسدس اللي مين بيحاول يقنعه بيه، لكنه مش بيقدر يستخدمه لاسباب شخصيه، وكل ده عشان يقوي جسمه ويقدر يستحمل الساندفيستن اكتر ويقدر يستعمله بشكل احسن واسهل. وهنا بنشوف عصابه خاطفه ريبيكا وبيساوموهم عليها، لكن ديفيد بيقدر يخرجها من المكان بسرعه، وبتتعامل لوسي والباقيين مع العصابه. بعدها بيروحوا يفرفشوا ويروقوا على نفسهم، وهنا بتديله لوسي برنامج تدريب يمشي عليه لان ده اخر يوم تدريب ليهم مع بعض، فبيروح ديفيد للاخصائي عشان يركب له رئتين جداد عشان يقدر يجري اسرع، والعمليه دي زي بتاعه الساندفيستن بتبقى صعبه ومؤلمه. وهنا بيسالوا مين على علاقته مع لوسي، لكن ديفيد بيقول له انها مش معجبه بيه بالطريقه اللي هو فاكرها، وبيقول له انها مركزه على حلمها انها تروح القمر، وبيساله هي بتشتغل معاهم من امتى، فبيقول له ان كيوي هي اللي جابتها من سنه وقالت له ان موهبتها طبيعيه وهتبقى مفيده قوي للشغل بتاعهم. وهنا بياخدوا ادويه تثبيط المناعه وبيروقوا على حالهم، ودي مش مخدرات بالمناسبه عشان محدش يفهم غلط. بعدها بيروح ديفيد البيت وبيبدا يرسم شعار ليه على الجاكيت اللي بيلبسه، وبكده قدر ديفيد انه يبقى جزء اساسي في العصابه. وهم متجمعين كده بيلاقوا واحد بيعمل حمام في الشارع من غير اي استحياء، فبيروح بيلر عشان يكلمه، لكنه مش بيلاحظ ان عينه فيها حاجه غريبه بتحصل، ودي نفس حاله الجنون اللي حصلت مع جيمس نوريس، يعني نقدر نقول على الراجل ده دلوقتي انه بقى سايبر سايكو او مجنون آلي. وفجاه بيفجر السايبر سايكو راس بيلر قدامهم، وبيحس ديفيد ان الدنيا كلها بقت ابطأ حواليه من تاثير الصدمه، فبيبعدوا مين عن الصاروخ اللي السايبر سايكو ضربه، وبتحاول ريبيكا انها تنتقم لموت اخوها، لكن مين بيخلي كيوي تهديها، وبتهاجمه لوسي عشان توقفه لكنه بيرد لها الهجمه، فبيحاول ديفيد بسرعه انه يساعدها، وبيقدر في الاخر انه يفجر دماغه، لكنه لسه ما ماتش، وبيحاول يفجر دماغ ديفيد بس مين بيلحقه وبيطير له راسه. بعدها بيقول لهم مين يروحوا لعياده الاخصائي عشان يكشف عليهم، وهو هيفضل هنا مع كيوي لحد ما توصل الشرطه عشان يقول لهم ان هم اللي قتلوه، وبيطمن ديفيد وبيقول له ان الشرطه هتعتبر دي حاله جنون آلي وهم اضطروا يقتلوه بعد ما قتل بيلر. فبيروحوا للاخصائي عشان يكشف عليهم، وبيطلب ديفيد بعدها من لوسي انهم يتكلموا شويه، وبيبدا يكلمها عن العطله الذهنيه اللي قضوها سوا على القمر، وبالرغم من انها كانت بتحاول تعطله لحد ما مين يوصل، الا انها بتقول له ان كل اللي شافه معاها وكل اللي قالته له كان حقيقي، فبيقول لها انه مسامحها وانه مصدقها وانه ما كانش هينقذها من السايبر سايكو لو كان بيكرهها، لكنها بتقول له انه متهور وانه هيتدخل عشان ينقذ اي حد في ورطه من غير تفكير، وده هو السبب اللي هيخليه ينجح معاهم، وده هو نفس راي مين في ديفيد. وهنا بيوعدها ديفيد انه ياخدها للقمر في يوم من الايام، وفي الوقت ده بيحظى ديفيد ولوسي بلحظه رومانسيه سعيده بعد كل اللي شافه من تنمر في المدرسه وموت امه والفقر اللي كان عايش فيه. بعدها بنشوف ديفيد ومين قاعدين قدام دراعات بيلر الذهبيه، لكن ديفيد بيرفض يستخدمها بالرغم ان ريبيكا اديتهم له ببلاش، وده لانها دراعات تخص التقنيين والهاكرات، ده غير انه بيفكر يركب دراعات مسلحه زي بتاعه مين. وبيعرف بعدها ديفيد ان الهدف اللي هم عايزين يعرفوا تحركاته يبقى تاناكا ابو كاتسو، وبيتفاجئ مين لما بيعرف ان ديفيد كان زميل ابن تاناكا في الفصل في اكاديميه اراساكا، وبتقول لهم كيوي انها قدرت تلاقي شويه معلومات عنه لكنها عنف اكتر من انها حاجه ممكن يقدروا يبتزوه بيها، وبتقول لهم ان الفيديوهات اللي فيها المعلومات دي من تركيب واحد اسمه جي كي، فبيقول لهم ديفيد ان جي كي ده يبقى جيمي
اكيبي كوروساكي مخرج العطلات الذهنيه اللي هو بيحب يجربها، وده مشهور لانه بينزل الاخبار في خلال 24 ساعه من حدوثها. ده غير انه بيركب عطلات ذهنيه للناس الكبيره في المدينه اللي هم المشاهير والاغنياء وكده، ولازم يكونوا حاضرين وهو بيركبها وبيكونوا معاه لوحدهم من غير حراس. بعد كده بيقابلوا دوريو ولوسي بعد ما فاراداي بعت لهم معلومات عن تاناكا، وهي انه ساعات بيستخدم نظام توصيل زي اوبر كده اسمه ديلامين، بس ده سري ومحدش بيعرف الوجهه اللي الراكب بيروحها، وده معناه ان تاناكا بيروح اماكن مش عايز حد يعرفها زي جي كي مثلا، اللي بيقرروا يقابلوه على انفراد عشان يعرفوا منه معلومات اكتر عن تاناكا، وانفراد ده معناه انهم هيخطفوه ويجبروه انه يساعدهم، لكنه بيقدر يشوف منه وهو جاي له من ظهره بالعين الآلية اللي في قفاه، فبيبدا يتعامل مع الموقف وبيعطل انظمتهم بنبضات كهرومغناطيسيه وبيهرب من المكان، لكنه ما هربش لوحده الصايع، ده خد ديفيد معاه. وبنشوف هنا لوسي وهي خايفه عليه وده باين قوي من ردة فعلها، لكنهم لو تفتكروا كانوا حاطين شريحه تتبع في رقبته عشان ما يهربش منهم، فبيعرفوا مكانه وبيبداوا يتحركوا وراه عشان يلحقوه. وهنا لما بيصحى ديفيد بيلاقي نفسه في مكان كله جثث، وبيسمع صوت اتنين جايين ناحيته، ولما بيوصلوا له بيقولوا عليه سايبر سايكو وبيبداوا يضربوا عليه نار عشان يقتلوه، لكنه بيخلص منهم وبيحاول يهرب من المكان. وهنا بيلاقي الشرطه مستنياه بره عشان يخلصوا منه، وبيوصل بيه الحال انه يستخدم الساندفيستن عشان يقدر يهرب، لكنهم بيتمكنوا منه وبيدمروا جسمه وبيقضوا عليه. ساعتها بيصحى وبيلاقي نفسه متوصل بجهاز، وكل اللي حصل ده كانت عطله ذهنيه من تركيب جي كي اللي بيظهر وبيبدا يستجوبه عشان يعرف سبب الكمين اللي كانوا عاملينه له. وبيقولوا ان العطلات الذهنيه وسجلات السايبر سايكو اللي بيركبها بتبقى اصلا جايه من الاجهزه العسكريه اللي بيشتريها بفلوس مش قليله، زي الساندفيستن كده اللي مع ديفيد واللي كان ملك لجيمس نوريس زي ما عرفنا قبل كده. وبيقولوا انه قدر بيه يواجه ماكس تاك اللي هم القوات الخاصه، ودول مش اي حد يقدر يقف قدامهم. وهو متفاجئ هنا زي ما الاخصائي اتفاجئ قبل كده ان الجهاز ما حرقش مخه لحد دلوقتي، لكن بيقولوا ان كده كده هيصيبوا الجنون بعد عده قتالات مع ماكس تاك وبيوصلوا بعطله ذهنيه ثانيه. وهنا بتوصل لوسي ودوري عشان ينقذوه، وبتقدر لوسي انها توقف الجهاز، وبيقول لهم جيك انه هيتعاون معاهم لانه واضح انهم مش جايين يقتلوه. وفجاه بتظهر درونز مصفحه من الطراز العسكري وبيلاقوا نفسهم محاصرين ومش عارفين يعملوا ايه، فبيحاول ديفيد يشغلهم لحد ما لوسي تخترق نظامهم وتعطلهم، وفعلا بتنجح انها تعمل كده. وبيقول لهم جيك انه المره دي بيستسلم بجد، لكن ايه اللي يخليهم يصدقوه المره دي وما يقتلوهوش؟ انهم محتاجين مساعدته عشان يقبضوا على تاناكا. وهنا بيقول له مين انه هيفضل هنا مع ديفيد، وبيقول لديفيد يراقبه وما يبعدش عينه من عليه. وبيفضل ديفيد وجي كي يتكلموا عن جيمس نوريس، لكن ديفيد بيقول ان جواه حاجه مختلفه ودي اللي هتخليه ما يخسرش ضد الساند فيستن. وهنا بنشوف تاناكا وهو رايح لمقر جي كي في عربيه تبع ديلامين عشان يستلم منه شريحه عطله ذهنيه جديده، لكنه مستعجل عشان كاتسو هيخرج من المستشفى النهارده، لكن بيظهر منه عصابته عشان يقبضوا عليه، فبيحاول يتصل بالقوات الخاصه لكن الاتصال بيترفض، وده لانهم بيستخدموا جهاز تشويش في العربيه اللي مركونه بره. لكن تاناكا بيقدر انه يعطل دراع مين وبيهاجمه، فبيساعده ديفيد وبيرد له مين الضربه وبيهزمه. وفي اللحظه دي بيلاقوا جي كي ميت بسبب رصاصه في رقبته، فبيهربوا من المكان بسرعه قبل ما فريق الانقاذ يوصل ويلاقيهم. بعد كده بنشوف واحد بيجري في الصحراء وهو عرقان وبينهج، والشخص ده يبقى مين بتاع زمان قبل ما يعدل على جسمه، وهو هنا كان بيحلم بنفسه بسبب الاعضاء الصناعيه اللي مأثره على عقله وتفكيره. وبنلاقي عينه بدات تعمل زي جيمس نوريس والسايبر سايكو اللي قتل بيلر، وبيفوق اللي هو فيه ده بعد ما دمر وش كيوي وهي بتحاول تستخلص معلومات من دماغ تاناكا. وبيروح هو ودوريو لديفيد ولوسي اللي بيعرفوا منهم اللي حصل، فبيحاول ديفيد انه يواسيه وبيقول له انه هيبقى بخير، لكن مين بيضربه وبيقول له يبعد عنه وما يتدخلش في اللي مالوش فيه. وبيقعد مع نفسه وبيقول انه استحاله يتخلى عن اي عضو آلي من جسمه بعد ما وصل للي هو فيه. وهنا بتقول لوسي لدوريو انها هتاخد مكان كيوي وتحاول تجيب اي معلومات من تاناكا بشرط ان مين يبعد عنهم، فبيركب لها ديفيد الجهاز اللي بيوصلها بدماغ تاناكا وبتبدا عمليه الاختراق. وهنا بنشوف دوريو وهي بتتصل بمين اللي بدا يتجنن، لكنها بتوصل له وبيرجع لوعيه من تاني، وبيتصل بيه فاراداي عشان يطمن على المهمه وبيقول له ينجز عشان اختفاء تاناكا لفتره طويله خطر عليهم، لكنه بيفقد وعيه تاني وسط المكالمه. وبنشوف هنا ديفيد وهو بيحاول ينيم تاناكا بعد ما فاق لكنه بينطق اسمه، فبيقف ديفيد مذهول ان واحد زي تاناكا يعرف اسمه، لو كمان بيقول له انه يعرف معلومات كتير عنه وانه هو اللي خلاه يرجع الاكاديميه، وبيطلب منه يساعده وبيقول له انه هيقف جنبه لو بعد عن شويه المجرمين دول. لكن ديفيد بيقول له انه استحاله يخون زمايله وبيتصل بدوريو عشان تيجي بسرعه، وبتنفجر شريحه تاناكا اول ما دوريو ومين بيوصلوا، لكنهم بيلحقوه وبيقدروا بسرعه انهم يلحقوا لوسي قبل ما تموت جوه دماغه. وفجاه بتقول لهم دوريو ان جهاز التشويش اللي بيستخدموه اتحرق، وان فريق الانقاذ في طريقهم بعد ما لقطوا اشاره من شريحه تاناكا قبل ما تنفجر، فبياخد ديفيد لوسي عشان يهربوا، لكنها بتفوق وبتقول له ان تاناكا ما كانش فيه اي بيانات في دماغه. وبنشوف هنا مين ودوريو وهم بيقاتلوا فريق الانقاذ، وبيروح ديفيد بسرعه عشان يساعدهم وينقذهم، لكن للاسف كان متاخر لان مين فقد وعيه تاني وقتل دوريو وهو مش دريان باللي بيحصل. وبعد ما قتل تاناكا بيبدا يهاجم فريق الانقاذ لحد ما قدر يهزمهم كلهم، ولما بيوصل ديفيد عشان ينقذه بيقول له مين انه مش هيقدر يساعده بعد ما وصل للمرحله دي، وبيقول له انه دي نهايه رحلته وبيطلب منه يهرب من المكان، وبيفجر المكان عشان ينهي كل شيء قبل ما يفقد عقله للابد ويتحول لسايبر سايكو. وهنا بنشوف لوسي وهي قاعده في العربيه قلقانه على ديفيد، لكنه بيظهر في الاخر ومعاه دراع مين اللي كان بيقول انه عايز يركب زيها. وبعد فتره طويله بنشوف ديفيد بعد ما بقى قائد العصابه وعمل تعديلات كتير على جسمه، ومعاه في العربيه ريبيكا وخوليو اللي انضم لهم جديد، وهم هنا متجهين لقتال عصابه اسمها ميلستروم عشان معاهم بنت اسمها ايزابيلا واخدينها رهينه، وده هو مقرهم اللي هيحصل فيه القتال. وبتقول لهم كيوي ان عددهم كبير ومعاهم اسلحه كتير عشان كده لازم يدخلوا من الباب الخلفي ويغفلوهم، لكن ديفيد مش فارق معاه كل ده وبيدخل لهم مع ريبيكا وخوليو من المدخل الرئيسي، وبتقدر كيوي انها تخترق انظمتهم
ضلمتهم وبتعطلهم وبيدمروهم بالكامل بكل سهوله. وهنا بيواجه ديفيد سلاحهم السري اللي بيعتمدوا عليه، لكن طلع اي كلام وبيخسر في ثانيه الا ثانيه. وفجاه بيقع خوليو في احد الفخاخ وبينفجر، وبيروح ديفيد لمكان احتجاز الرهائن وبيقول لزابيلا ان ابوها هو اللي بعتهم وهي دلوقتي بقت في امان. وهنا بيكلم واحده اسمها واكاكو ودي اللي بتجيب لهم المهمات، وبيقول لها ان خوليو راح للي خلقه ده عشان هي اللي ضمته للعصابه لانه كان نفسه يشتغل مع ديفيد. وهنا بيشكر فالكو على مساعدته ليهم في المهمه لانه كان قايم بدور السواق، وبيقول له فالكو انه بالشكل ده هيحقق نجاح اكبر من مين نفسه. وبتقول له كيوي انها ما كانتش تعتقد انه هيقدر يتولى الامور بعد حادثه تاناكا. وبيفضلوا يتكلموا عن لوسي اللي سابت الفريق بعد موت مين، وبيحاول ديفيد يعرف اي معلومات عنها لكن كيوي ما عندهاش اي حاجه تقدر تفيده بيها. وبتظهر ريبيكا وبتقول له يرقص معاها بدل التكشيره اللي على وشه دي، لكنه بيسيبهم وبيمشي. بعدها بيروح يعمل صيانه عند الاخصائي وبيطلب منه مقويات عضلات وتعديلات جديده، وبيقول له انه بقى يفضل المعدن على جلده الحقيقي. وهنا بيقول له الاخصائي على سايبر بانك اسمه ادم سماشر، وده جسمه بالكامل من معدن الكروم، وده اشهر سايبر بانك على قيد الحياه واسطوره من الاساطير، وده هو اللي بتلجأ له اراسكا لما بيحاولوا يخلصوا من اي حد مضايقهم. بعدها بيروح افتر لايف بعد ما كيو اتصلت بيه عشان يقابل فاراداي اللي جاي يقابله بسبب سمعته اللي بقت اشهر من نار على العالم، المبتدئ صاحب السندفيستان اللي عمال يعدل على جسمه بشكل مرعب. وهو جاي هنا عشان يوكله بمهمه تبع شركه ميليتك المنافسه لاراسكا، وبيبدا يتكلم معاه على المهمه بتاعه تاناكا. مبدئيا كده هو منبهر بلوسي لانها قدرت تخترق جدار حمايه اراسكا المعروف باسم ايس، لكن ديفيد بيقول له انها سابت الفريق بعد المهمه عشان زي ما بيقولوا كده فقدت الشغف. لكن فاراداي بيقول له يحاول يقنعها ترجع تشتغل معاه تاني باي طريقه، فبيروح البيت وبيبدا يقنع لوسي انها ترجع تشتغل معاه، لكنها بتقول له انها لسه محتاجه وقت. بعدها بيروح المكان بعيد عن اضواء المدينه عشان يقدروا يشوفوا النجوم بوضوح، وبتقول له ان المدينه شبه سجن كبير مصنوع من الاضواء، وبتبدا تحكي له عن نفسها. بتقول له انها اتولدت في بلد تانية غير نايت سيتي، لكنها اتربت في اراسكا مع 12 طفل تانيين كمشغلين للشبكات اللي هم الهاكرز يعني، وانهم يشتغلوا في اكبر شركه في العالم ده كان بالنسبه لهم حلم. لكن بمجرد ما انتهى تدريبهم شغلوهم في مكتب تابع ليهم وارسلوهم لشبكه الانترنت القديمه اللي اتدمرت بسبب فيروس داتا كراش اللي اتعمل على ايد اسطوره المشغلين ريشي بارتموس. وكان هدف اراسكا هو جمع معلومات نادره ومعرفه اختفت مع الشبكه القديمه، لكن بمجرد ما كانوا بيوصلوا لبيانات نادره كان بيبدا الذكاء الاصطناعي يهاجمهم ويدمرهم، لحد ما اتبقى 5 بس من ال 13، وساعتها قرروا انهم طالما كده هيموتوا فيموتوا هم بيحاولوا يهربوا لحد ما وصلت نايت سيتي عشان تستخبى فيها. وفجاه بتبدا دراع ديفيد ترتعش، وده كان حصل قبل كده مع مين لما بدا يتجنن. وهنا بنشوف مشغل شبكه وكلته شركه اراسكا عشان يستعيد البيانات اللي كانت مع تاناكا، وبيقول لهم ان في ملف معطوب لواحد من الاطفال اللي كانوا بيختبروهم اللي هي لوسي يعني، لكن لوسي كانت قايله لديفيد ان تاناكا ما كانش عنده اي بيانات، وده لانها دمرت كل البيانات اللي كانت معاه. وهنا بتظهر لوسي وبتقتل المشغل ده عشان ما يكشفش سرها وعشان ما تعرفش الشركه مكانها. ومش بس كده، دي قتلت مشغل تاني وكلته اراسكا برضه لنفس المهمه. ونروح بعدها لاحد فروع شركه اراسكا ونشوف المدير اللي اسمه ايفنز وهو بيتكلم مع موظفه عنده، ولما بتروح تجيب له حاجه وبترجع بتلاقيه مقتول على ايد ديفيد اللي بيخلص عليها هي كمان. وبنشوف هنا 2 تبع اراسكا اسمهم كيت ودوجلاس بيتكلموا عن انهم لازم يردوا على اللي بيحصل ده في اسرع وقت، وبيقرروا يخلصوا من الوسطاء اللي اكيد فيهم واحد هو اللي ورا كل اللي بيحصل، واحنا عارفين هو مين طبعا، وده هيبقى اول واحد يستهدفوه. وبيقدروا بالفعل انهم يقتلوا كل الحراس بتوع فاراداي، لكنه طلع زي القطط ب7 ارواح وقدر انه يهرب منهم، او ممكن نقول عنده 4 ارواح بس عشان عنده 4 عيون وكده. وبنشوفه هنا بيقابل واحد تبع شركه ميليتك عشان يدفع له بدل المخاطر، لكنه بيتخلى عنه وبيقول له مع نفسك يا نجم، انت عارف التنظيف ورا حادثه تاناكا كلفنا كام؟ وبيقول له ورينا نتائج الاول وبقى تعالى اطلب فلوس. وبنعرف في الوقت ده ان ميليتك عايزه تسرق جهاز من اراسكا اسمه سايبر سكيلتون او الهيكل العظمي الالكتروني. بعدها بيتواصل فاراداي مع اراسكا وشكله كده هيبيع ميليتك بسبب انهم اتخلوا عنه. وبنشوف في الوقت ده ديفيد قاعد قدام التلفزيون ومش جاي له نوم، وبيشوف اعلان عن رحله للقمر ب 250,000 وده سعر اقل من اللي هو كان متوقعه. وتاني يوم بيتقابل فاراداي مع دوجلاس وبيتكلم معاه عن السايبر سكيلتون، وبيعرض دوجلاس عليه شويه ضمانات عشان يشتغل معاهم، ده غير انه هينفذ له طلباته اللي ميليتك رفضتها بس بشرط واحد وهو انه يتخلص من اي حد يعرف موضوع السايبر سكيلتون. وبيسالوا عن المشغله اللي بتمنعهم من الوصول للبيانات اللي كانت مع تاناكا، وبيعرض عليه مليون مقابل القبض عليها و500,000 لو سلمها لهم ميته. وطبعا اي حد هيضعف قدام مبلغ زي ده وبيوافق فاراداي بكل اريحيه. وهنا بنشوف ديفيد وريبيكا بيقتلوا في شويه سايبر بانك، وبيفتكر ديفيد لحظه ما قتل موظفه اراسكا الغلبانه، لكن ريبيكا بتلحقه قبل ما يموت. بعدها بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتساله عن اللي حصل ده، وبتقول له ان دي مش اول مره، وبتقول له يبطل يستخدم الاعضاء الالكترونيه لفتره وهي هتحميه لانها مش عايزه يحصل معاه زي ما حصل مع السايبر سايكو اللي قتل بيلر. بعدها بنشوف لوسي وهي بتراقب مشغلي الشبكات اللي اراسكا بعتنهم يدوروا عليها، وبنشوف ديفيد وهو قاعد لوحده بيفكر في الناس البريئه اللي عمال يقتلهم، وبيفتكر الوقت اللي قتل فيه ايفنز وانه قتل الموظفه الغلبانه لانه ساعتها شافها بالمنظر ده، ودي هلاوس بيشوفها بسبب التعديلات الكتير اللي عاملها في جسمه واللي بدات تاثر على عقله وتفكيره. وفجاه بيبدا ديفيد ينزف وبيقع على الارض من المرض، فبتاخده لوسي للاخصائي اللي بينصحه انه يقلل استخدام الكروم لان فاضل له تكه ويتحول لسايبر سايكو، لكن ديفيد بيجبره انه يديله ادويه بدل نصايحه اللي مش عاجباه دي. وبنشوف عينه اللي بدا يظهر عليها الجنون، لكن لوسي بتفوقه وبيديله الاخصائي علاج من الفئه العسكريه يكفيه 9 ايام بجرعات تساوي 9 اضعاف الجرعات المعتاده، وبيقول له ان بعد اخر حقنه هيدخل طريق ملوش رجعه. وبتفضل لوسي تترجى انه يتخلص من الاعضاء الالكترونيه اللي في جسمه قبل ما يفوت الاوان، بما ان ادويه تظبيط المناعه والطرق العلاجيه اللي بيستخدمها ما بقتش تجيب نتيجه، لكنه بيقول لها نفس اللي قاله مين، انه مش هينفع يتخلى عن اي عضو من جسمه بعد ما وصل للي هو فيه، لانه شايف ان في حاجه مميزه وهي اللي خلته يستحمل الساندفيستان، لكنها بتقول له مهما حصل فهو هيفضل انسان بشري من لحم
ودم او في حالته هو من كروم ودم. فبيبدا يحكي لها عن اللي حصل مع الموظفه الغلبانه وازاي هو ما بقاش قادر يفرق ما بين الصح والغلط، وبيطلب منها ترجع للفريق تاني لكنها بتقول له انها مش هتقدر قبل ما تخلص امر مهم اللي هو حوارات المشغلين وبيانات تنكا اللي اراسكا بتحاول تسترجعها. وفجاه بتحس لوسي ان في حد وصل لها على الشبكه فبتروح عشان تخلص منه، لكن بيطلع ده فخ تافه وقعت فيه بكل بساطه، واللي عامله يبقى فاراداي اللي بتلمحه لوسي قبل ما تفقد وعيها. بس هو ما عملش كده لوحده لان كيوي كانت بتساعده، وده لان فاراداي راح لها بعد الصفقه اللي عملها مع اراسكا وقال لها على حقيقه اللي حصل في حادثه تنكا، وهي ان لوسي بعد ما قدرت تخترق الايس عرفت ان تنكا بيحاول يزرع السايبر سكيلتون في ديفيد، وده طبعا بعد ما شاف قدرته على تحمل الساندفيستن، وعشان كده هي دمرت كل البيانات وبدات تقتل مشغلي الشبكات اللي بيحاولوا يوصلوا لها، وكل ده عشان تنقذ حياه ديفيد. وبنشوفها هنا متشعلقه وبتقول كيوي لفاراداي انها دورت وراها وعرفت انها اتربت في اراسكا وانها كانت ضمن الفريق اللي كانوا بيبعتوهم للشبكه القديمه والكلام اللي قلناه قبل كده، وده هو السبب اللي خلاها تقدر تخترق الايس بتاع شركه اراسكا. وفاراداي هنا بيفكر انه يساومهم عليها عشان يبقى جزء اساسي من اكبر شركه في العالم، وبيطلب من كيوي انها تساعده في تسليم ديفيد هو كمان لاراسكا. فبيتصل بيه وبيقول له على مهمه جديده وكبيره وخطيره بس فلوسها كتير، فبيجتمع مع الفريق وبيبدا يقول لهم على المهمه واللي هتبقى عباره عن سرقه السايبر سكيلتون من موكب عربيات تبع شركه اراسكا. وبنشوف هنا ديفيد والفريق بيراقبوهم عشان يبداوا ينفذوا الخطه، وبيبدا شويه مجرمين تبع فاراداي يضربوا على الموكب عشان يشغلوا الحراس وبيقدروا يفرقوهم. وهنا بيجي الوقت اللي هيبدا فيه ديفيد واللي معاه يتحركوا عشان يسرقوا الجهاز، بس في الوقت ده بتفتكر ريبيكا يوم ما قال لهم على المهمه، وبنشوف ديفيد وهو منهار ولافف الادويه حوالين جسمه عشان يتحرك بيها، وبيقول لها تحينوا بيهم لو ظهرت عليه اعراض الجنون، وهي بتقول له ما يستخدمش الساندفيستن عشان ما يخاطرش بحياته، وبيبداوا يهجموا على الحراس عشان يبعدوهم عن العربيه اللي فيها السايبر سكيلتون، وبيستخدم ديفيد الساندفيستن عشان يقدر يتخلص منهم، وبيحاولوا يفجروا باب العربيه لكن مفيش فايده ولا كانه اتلمس حتى، وبيلاقي ديفيد ان العربيه ماشيه من غير سواق. ما احنا في 2077 بقى، وكل ده اصلا فخ من فاراداي بالتعاون مع كيت ودوجلاس عشان يختبروا السايبر سكيلتون على ديفيد. ومش بس كده، دول وصلوا معلومات لشركه ميليتك بوقت ومكان التوصيل، وهنا بيحاول ديفيد انه يوقف العربيه باستخدام الساندفيستن، وبيقدروا فعلا يوقفوها قبل ما تقع من على الجرف، وبتحاول كيوي انها تفتح الباب لكن الموضوع بياخد منها شويه وقت، وفجاه بتظهر عربيات ودبابات وحاملات صواريخ تبع ميليتك وبيبداوا يهاجموهم. ساعتها بتقول لهم كيوي انها قدرت تفتح باب العربيه وبيدخلوا جوه عشان يحموا نفسهم من ضرب النار، وهنا بيشوفوا السايبر سكيلتون وبتقول لهم كيوي انه اقوى بمراحل من الساندفيستن. وفي الوقت ده بيبدا فاراداي يتحرك وبيتصل بديفيد من خلال لوسي وبيقول له بصوتها يركب السايبر سكيلتون عشان يقدر يواجه قوات ميليتك، وبيقول له انهم بيطاردوها. فبتقول له كيوي ان العربيه دي عباره عن وحده تركيب متنقله، يعني يقدر يركب السايبر سكيلتون من غير عمليات ولا اخصائي، وبيبدا ديفيد يركب السايبر سكيلتون وريبيكا مش بتقدر توقفه. وهنا فالكو مستغرب هي ليه قوات ميليتك وقفت ضرب النار، فبتقوم كيوي معطله شريحته وبتهرب من المكان عشان تقابل فاراداي. وهنا بتفوق لوسي وبتحاول تهرب من فاراداي وبتكلم ديفيد وبتقول له على كل اللي بيحصل وان فاراداي شغال مع اراسكا مش ضدهم، لكنه بيعطلها قبل ما تهرب وبيهددها انه يقتلها. في الوقت ده بنشوف ديفيد بيبدا يتجنن وشكله كده هيتحول لسايبر سايكو، وبيكلموا فاراداي وبيقول له ان اللي واقفين دول هم نخبه ميليتك وانه مش هيقدر يهرب من المكان غير باستخدام السايبر سكيلتون. وخلاص قرب ديفيد يتجنن، بتقوم ريبيكا حقناه بالدواء عشان يفوق ويرجع لطبيعته، وبيعرفوا هنا من فالكو بامر خيانه كيوي. وفي لحظات وباستخدام الساندفيستن والسايبر سكيلتون بيقدر ديفيد انه يقضي على كل قوات ميليتك، لكن طبعا جسمه بيبدا ينهار وبيبدا يفقد صوابه بعد المعجنه اللي هو عملها دي، لكنه بيقاوح وبيحقن نفسه بالدواء عشان يوفر لنفسه شويه وقت لحد ما ينتهي من فاراداي وينقذ لوسي. وبتقول له ريبيكا وفالكو انهم معاه للنهايه حتى لو هيروحوا النار. وهنا بنشوفهم متجهين لاراسكا عشان ينقذوا لوسي، وعربيات ميليتك بتطاردهم عشان ياخدوا السايبر سكيلتون. وبيقول ديفيد انه هينام 5 دقايق عشان يريح جسمه شويه، وبيفضل فالكو وريبيكا يقاتلوا قوات ميليتك على ما الوقت يعدي ويصحى ديفيد، وبيقدروا انهم يدمروهم وبيهربوا منهم، لكن فجاه بتظهر قدامهم عربيات تانية عشان يوقفوهم. وكل ده كيت ودوجلاس بيراقبوا اللي بيحصل، وبيقول دوجلاس ان حسب المسار اللي هم ماشيين فيه فاكيد هم متجهين لمكانهم في اراسكا. وفاراداي هنا في طريقه تسليم لوسي لاراسكا، وبيقول انه في يوم من الايام هيتخطى كل الشركات. وبتتصل بكيوي وبتقول له ان ديفيد عمال يدخل ويخرج من حاله الجنون ومحافظ بقوه على انسانيته، وده عكس اللي هم كانوا متوقعينه، ولو قدر انه يهرب من قوات ميليتك واراسكا فاكيد هيكونوا هم اللي عليهم الدور. وبتطلب منه يدفع لها فلوسها مقابل اللي هي عملته، فبيقول لها تحضر معاه المقابله وساعتها هتاخد فلوسها. وهنا بنشوف قوات اراسكا محاصرين ديفيد والفريق، وبيفتكر ديفيد كلام الاخصائي انه مع اخر حقنه هيفقد انسانيته ويتحول لسايبر سايكو، وبيبدا يهاجم العربيات اللي بتطاردهم بقوه السايبر سكيلتون وبيقدر انه يدمرهم. وهو هنا بيبدا تجيله تهيؤات زي اللي مين كان بيشوفها، وبيفتكر امه وحلمها انه يشتغل في اراسكا لحد ما يوصل للقمه، فبتحاول ريبيكا تحقنه بالدواء لكن مفيش فايده. وهنا بتتقابل كيوي مع فاراداي وبترفض انها تكمل معاه، فبيحاول يقتلها وبيقول لها على اتفاق مع اراسكا انه يخلص من اي حد يعرف بامر السايبر سكيلتون، لكنها بتعطل دراعه وبتهرب من المكان. وريبيكا وفالكو لسه عمالين يهربوا من قوات اراسكا اللي عمالين يظهروا كل شويه، وبيظهر قدامهم الماكس تاك عشان يخلصوا من ديفيد اللي بيبدا يهاجمهم عشان يخلص منهم. وساعتها بتقول له ريبيكا ان فاضل له حقنه واحده. بعدها بتتصل كيوي بفالكو وبتدي له احداثيات المركبه اللي فيها فاراداي، وبتطلب منهم يساعدوا لوسي قبل ما يسلمها لاراسكا، وبيظهر حراس فاراداي وبيخلصوا عليها. وهنا بتقول كيت انهم لازم يتخلصوا من ديفيد قبل ما الدنيا تفلت منهم. ومين اللي هي بتفكر فيه عشان يخلص لهم الموضوع ده؟ مفيش غيره اللي قلنا عليه قبل كده، اسطوره السايبر بانك ادم سماشر. وهو هنا بالفعل بعد ما اتصلت بيه وبتقول ان السايبر سكيلتون كان مصنوع اصلا عشانه، وبتقول لدوجلاس انه هيقابل فاراداي على الرصيف لان ده اقرب مكان هيقدر يقرب له من اي شركه، وبتقول له ان لازم حد ينظف الفوضى اللي حاصله دي والحد ده اكيد مش هي. وهنا بيقول ادم ان واحد زي ديفيد
ديفيد مش قادر حتى انه يستخدم السايبر سكيلتون من غير جهاز مضاد للجاذبيه ما يستحقش وقته. وبنشوف ديفيد على قمه اراسكا وبيفتكر امه تاني وبيقول لها انه قدر يوصل لقمه اراسكا زي ما كانت بتحلم، ودي كده اخر حقنه كان مديها له الاخصائي. وبيبدا يفتكر كلامه ان بعدها هيدخل في طريق ملهوش رجعه. وهنا بنشوف دوجلاس وهو بيقول لفاراداي انهم ما اتفقوش معاه على كل الفوضى دي وبيحاول يتملص منه عشان ما يدفعلوش المليون. وبيظهر ديفيد وبيفوق لوسي وبيبدا يقتل كل واحد في المكان لحد ما بيظهر ادم عشان يوقفه. وهنا بيحاول فاراداي يعمل جامد وشبح لكن ديفيد بيجيبه الارض وبيحاول يستفز ادم وبيقول له انه كان فاكره مش حقيقي وانه مجرد اسطوره. وبيظهر فريق الانقاذ عشان يلحقوا فاراداي. ساعتها بيتجنن ديفيد وبياخد لوسي وبيهرب من المكان. وبتحاول لوسي انها تفوقه لكن مفيش فايده، فبتضطر تلجا للحل الرومانسي اللي بيجيب معاه نتيجه وبيفوقه. وبتبدا تلومه على اللي عمله وبتقول له ان السايبر سكيلتون هيقتله، لكنه بيقول لها ان ما كانش في طريقه ثانيه يقدر ينقذها بيها. وبيظهر ادم وبيضرب عليه نار لكن ديفيد بيهرب منه وبيوصل لريبيكا وفالكو المحاصرين من قوات اراسكا وبيحميهم من ضرب النار. ودي واحده من عيون فاراداي بالمناسبه ومش هقدر اوريكم منظره عشان مش لطيف خالص. ولما بيقرروا ينسحبوا من المكان بيوصل لهم ادم وبيسحق ريبيكا فبيهجم عليه ديفيد لكنه بيتفاجئ ان هو كمان بيستخدم ساندفيستان وبيقدر ادم انه يقبض عليه. ولما بتحاول لوسي تساعده بيقطع ادم اتصالها بالشبكه وبيدمر جهاز ديفيد المضاد للجاذبيه ونتيجه لكده بيبدا ديفيد ينهار وبيتكسر جسمه. وهنا بيقول فالكو لوسي ان ديفيد طلب منه ينقذها باي طريقه، ده غير انه اداله فلوس المهمه اللي فاراداي كان مديها له وطلب منه يقسمها بينهم. وهنا بيقول له ادم ان القتال معاه كان ممتع وانه كان ممكن يبقى حاجه جامده قوي في المستقبل لو ما كانش وقع في طريقه. وبيموت بطلنا ديفيد على ايد ادم بعد ما عاش حياه صعبه ومؤلمه ما كانش هيعيشها لو ما كانتش جلوريا ماتت على ايد شويه حسالة من افراد العصابات. وبتقدر لوسي انها تحقق حلمها وبتروح القمر بالفلوس اللي ديفيد سابها لها، لكنها وحيده وحزينه وكل لحظه بتعدي عليها بتفتكر فيها ديفيد ووعده ليها انهم هيروحوا للقمر مع بعض وبتنتهي الحكايه. وبكده يكون خلص فيديو النهارده يا ابطال. فما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. واستنوني في فيديو جديد وملخص جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.